بتاع الكبده فتح في القاهره، لكن في اسكندريه فتح برده. بما ان الكبده بالرده موجوده بس في القاهره، ففي مكان جديد فتح في اسكندريه بيعمل لنا الاوردر بتاعنا. دي قهوه فاروق في بحري، ده بالرده في اسكندريه. وصل لنا الاوردر بتاع بالرده، يلا بينا نجربه مع بعض. رغيفك الحلو كبده وهندوق ونشوف. بص الكبده سخنه، بص هي الكبده نظيفه ومتبله حلو، والزيت اللي مقليه فيه نظيف وريحته مش طالعه. عايز اقول لك ان الكميه دي 60 ما شاء الله، الكميه محترمه، التتبيله بتاعتها كويسه، محتاجه تعلى سنه. في المجمل التتبيله كويسه جدا، الطعم ما شاء الله كويس، وان شاء الله يعني نجرب اصناف تانية من عندهم نشوف التجربه سوا. دي الطحينه بتاعتهم حلوه، خدها كده على اللقمه وتودي. بص هو الاكل مش هتحس ان هو مختلف كتير، لكن لو هيحطوا مع الطحينه وبدلها صلصه اللسان العصفور بتاعت القاهره تميزهم شويه، لان انا شايف ان هم ما عملش حاجه مميزه، يعني مش حاجه تخليه ان هو يبقى مختلف عن بتاع القاهره، لكن في المجمل الحاجه نظيفه ودي حاجه كويسه. انا شايف ان الكبده نظيفه، التتبيله بتاعتها كويسه، الطحينه كويسه، وعندك الطبق ده بيدخل القلب على طول. عايز اقول لك ان التغليف في الحاجه شكلها كويس ما شاء الله، معمول بروح كويسه، بس ناقصه مثلا جزء المناديل او مناديل مبلله. الباكت صغير في التكاوي يكلفك كوست عالي. الصلصه غير المخلل مثلا او السلطه اسكندراني، ريمي كان صغير، الويسكي بتاع الغلابه يميزك اكتر في اسكندريه. جمال الطعم ده على الفيو الحلو. مجمل التجربه ما شاء الله كويسه، الاكل نظيف جدا، ريحته نظيفه ما فيهوش زفاره، دي شهاده والله العظيم. الزيت بتاعها نظيف، مش زيت عوادم سيارات. الطحينه معموله كويسه، مش طحينه خبز، لا طحينه خام متخفقه صح. ففي المجمل تجربه كويسه انصحكم بيها. اتمنى ان انا ازور الفرع مره ثانيه واقول لكم بقيه المنيو ان شاء الله. الله يكون الحاجات دي كلها، وتابعنا في اللي جاي.